ركز معايا كده في المفارقة اللي هقولها لك دي. في 2009 الأهلي تعاقد مع فنجادة وحصل تراجع وقتها في القرار ده، وقرر الاهلي يعين حسام البدري اللي كان مساعد المدرب وقتها اضطراريا. حسام البدري في الوقت ده كمل مع الاهلي لنهايه الموسم، وفي نص الموسم اللي بعده قرر حسام البدري ان هو يسيب الاهلي بعد اهتزاز النتائج محليا وافريقيا. اما بقى في 2012 رحل حسام البدري نفسه دون سابق انذار. قرر النادي الاهلي وقتها تعيين كابتن محمد يوسف، واللي كان مساعد كابتن حسام البدري وقتها. كابتن محمد يوسف استمر لغايه ما اخذ دوري ابطال افريقيا. بعدها مشي كابتن محمد يوسف بعد خلافات مع مجلس الاداره الجديد. تعال بقى ل 2015 اللي رحل فيها جريده في نص الموسم، وتم تعيين رئيس قطاع الناشئين كابتن فتحي مبروك. ايامها كان مدرب مؤقت. الفتره دي حقق فيها نتائج كويسه جدا، بس للاسف بعدها بفتره خسر من اورلاندو ذهابا وايابا في الكونفدراليه، وخرج الاهلي من البطوله وقتها، فتمت اقالته وتعيين مدير فني اجنبي. يا ترى عماد النحاس السنه دي هياخد انهي سيناريو فيهم؟